أهلا بيكم. الوصفة النهاردة مش بس عايزة ورقة وقلم، ده كمان عايزة كوباية الشاي وتعالي لي بقى يا ست الكل، وكمان سيبي الفيديو. وهي إزاي نربي طفل سوي. اتفرجي على الفيديو للآخر لأن النقطة الأخيرة هتعجبك أوي. أول حاجة لازم نعملها وهي من أبسط حقوق الطفل إننا نوفر له جو صحي وآمن مبني على الاحترام بين الأب والأم، ونبعدهم عن الخلافات لأن ده بيسبب لهم مشاكل نفسية وتوتر كبير جدا. في دراسات نفسية بتقول إن الطفل بيحتاج ل4 أحضان في اليوم علشان يعيش، وال8 أحضان علشان يقدر يواجه تحديات الحياة، وال12 حضن علشان ينمو ويكبر. يا ترى إمتى آخر مرة حضنتي طفلك فيها؟ نحاول دايما نكون متفقين مع الأب على أي قرار يخص ولادنا، مش أنا أقول على حاجة وهو يقول عليها لأ أو العكس. أعمل للطفل وقت خاص بيه هو لوحده، أسمعه وأشاركه في أي نشاط بيحبه. لازم أكتشف مهارات وقدرات ابني وأنميها بإني أعرضه لأنشطة مختلفة، وأبدأ ألاحظ إيه أكتر حاجة أظهر كفاءة فيها وأهتم بيها. أشجعه دايما إنه يعتمد على نفسه وأعرفه مسؤولياته الشخصية ومسؤولياته تجاه الناس اللي حواليه. نبعد عن الإهانة بكل أشكالها سواء بالضرب أو باللفظ، وممنوع منعا باتا إهانة الطفل قدام الناس أو الكلام السلبي عليه لأن ده هيدمر شخصيته. وأخيرا اهتمي بنفسك ودلعيها وراقبي مزاجك ومودك، لأن الأم السعيدة تربي أطفالا سعداء. أشوفكم الوصفة الجاية.